long هناخد النهاردة أمثلة على تركيب الجملة في اللغة الكورية. احنا عارفين ان الجملة في اللغة الكورية مكونة من فاعل، مفعول به، بعد كده الفعل بيكون في الآخر خالص، وترتيبه الترتيب الأخير في الجملة، والفعل بيكون فعل حركي أو وصفي، يعني فعل بيكون فيه حركة زي يأكل، يشرب، يجري، يلعب. فعل وصفي اللي هو عبارة عن الصفات، صفة زي جميل، جذاب، وسيم، والصفات زيها زي الأفعال في اللغة الكورية، بتتصرف زيها زي الأفعال بالظبط، بنقول عليها فعل وصفي. طيب أول حاجة بدور عليها في الجملة هو الفاعل، وبحطه الترتيب الأول زي أبا ساكوالل ساسو يو. هنا أبا اللي هو أبي ده الفاعل، فبحطه الترتيب الأول. طيب لو لمحت الفعل هحطه في الآخر خالص، أرميه في الآخر خالص، ماشي، وارجع ادور على المفعول به واحطه الترتيب التاني في الجمله. يبقى اول حاجه بدور عليها الفاعل، بعد كده لو لمحت الفعل اخليه في الاخر خالص عشان اكون خلصت منه خالص، وادور على المفعول به واحطه الترتيب التاني. يبقى فاعل، بعد كده مفعول به، بعد كده الفعل بيكون في الاخر خالص. ابا ده الفاعل، ساكوالل ده المفعول به، هنا قاعدة وهناخدها بعد كده. سو يو ده الفعل، فعل ماضي اشترى، الفعل ده متصرف في زمن الماضي وفعل حركي. يبقى تاني عندي الفاعل، بعد كده المفعول به، بعد كده الفعل بيكون في الاخر خالص. عندي جملة زي أبا ساكوالل ساسو يو أبي اشترى التفاح. أول حاجة بقول الفاعل، والفعل هنا الفاعل هنا واضح في الجملة اللي هو أبا. بعد كده أدور على المفعول به وأحط الترتيب التاني اللي هو التفاح. بعد كده أشوف الفعل أحطه في الآخر خالص، أرميه في الآخر خالص، والفعل ده بيكون متصرف مع الأزمنة، زمن ماضي، زمن مضارع، زمن مضارع مستمر، زمن مستقبل. المهم ان انا اول لما المح الفعل ارميه في الاخر خالص في اخر ترتيب الجمله. يبقى تاني عندي الجمله مكونه من فاعل، بعد كده مفعول به، بعد كده الفعل زي ابا ساكوالل ساسو يو ابي اشترى التفاح. ابي هنا الفاعل، وده الفاعل واضح اهو في الجمله، ابي اللي هو الفاعل. بعد كده اجيب المفعول به واحط الترتيب التاني. طب الفعل في الجملة لو لمحت الفعل بحطه في الاخر خالص، برميه في الاخر خالص. هنا الفعل كان ساسو يو اللي هو اشترى، وده متصرف في زمن الماضي. أبا ساكوالل ساسو يو أبي اشترى التفاح.